كل قوة ليها حدود، وكل استهانة ليها تمن، والفضائيين كانوا على وشك يدفعوا التمن غالي. صلي على النبي واشترك في القناة، ويلا بينا نبدأ. بعد ما الفضائيين صدوا كل اللعنات بدروعهم التكنولوجية، الغرور سيطر عليهم. افتكروا إن علمهم قدر يتفوق على أقدم وأقوى أسرار الأرض. قائدهم وقف قدام الملك المصري وقال له بسخرية: دي نهاية أساطيركم. لكن الملك ابتسم ابتسامة غامضة ورد عليه وقال له: الأساطير ما بتنتهيش، دي بتتولد من جديد. اللي الفضائيين ما عرفوش إن كل اللعنات اللي صدتها دروعهم طاقتها ما تلاشتش، لكنها كانت بتتجمع وبتتخزن في الأرض تحت رجليهم. الفراعنة كانوا عارفين إن المواجهة المباشرة مش هتنفع مع التكنولوجيا دي، فجهزوا لخدعة أخيرة، فخ محكم بيعتمد على غرور عدوهم. الملك رفع إيده للسماء وبدأ كبير الكهنة يردد كلمات بلغة محدش سمعها قبل كده. دي ما كانتش لعنة هجومية، دي كانت لعنة التجسيد، أقدم وأخطر أنواع السحر الفرعوني. لعنة ما بتهاجمش العدو، لكنها بتهاجم الأرض اللي واقف عليها. وفجأة الطاقة اللي اتخزنت في الأرض انفجرت مرة واحدة. الرمال والصخور اللي تحت رجلين الجنود الفضائيين بدأت تتحرك وتتشكل من جديد. الدروع التكنولوجية